ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حلقه جديده، جاست جديد. علي نادر شوقي لاعب نادي الاهلي الناشئين. مبسوطين جدا بيك يا علي، وشكرا انك جيت قوي بجد. عايز ابدا الحلقه قبل ما نخش في اي موضوع. افكر علي طبعا، وافكر اي حد يسمعنا، بالذات ان شاء الله كمان سنه، كام سنه كده علي الشوقي يكون في المنتخب، ونفتكر ان عمر عبد الرازق كان مدككه في بطوله الجونه، وان علي الشوقي هيلعب ان شاء الله في النادي الاهلي، في نادي مش عارف ايه، ونفتكر يعني انه كان قاعد دكه بسبب عمر عبد الرازق. بس انا كنت احسن منك ساعتها الصراحه. انا بصراحه بس انا احسن منك. استنى بس اولا شرف ليا ان انا بقى منورنا منورنا. يعني معاك وكده. بس يعني عبد الرازق، انت عارف اللي فيها، يعني انا مش هتكلم، بس انت عارف يعني مين كان هو اهم انا واحد جايب في لك الفرقة. الميداليه الوحيده اللي في حياتك. مش اللي هتكلم. وقفت اللي وقفت يعني لما تخلص كاريرك هيسالوك ايه الريجريت الوحيد اللي عندك، تقول لهم ان انا ما عرفتش العب مع عمر عبد الرازق. والله طب والله اقول لك حاجه، والله ما كان في محطه زيه جت في تاريخ الديو. والله ما بهزر. لا سيبك طب يا علي من تاريخ الديو. طب ما تقول لنا الصراحه، يعني انت دلوقتي لعبت وينج في الجون، انت عديت على نوادي مصر كلها ها؟ لا يا عم، هم ثلاثه بس، في نادي المعادي. والجونه والاهلي. ما لعبتش وادي دجله؟ هو يجي وانا صغير خالص بقى، اللي هو اكاديميه. انا ما قلتش ثانيه، ده انا افتكرت حاجه، وكمان حاجه بقى. يعني انا اول حاجه دككته وهو معايا في الفرقه. تاني حاجه، انا لعبته في الدوري مره في حياتي، كان بيلعب في المعادي وانا في اليوبلز. شوقي احنا كسبنا كام؟ عملنا فيكوا ايه؟ اليوبلس كسبوا 6-3، بس انا جبت جون. انت جول بقى، انا اتشقلبت جبت جون مش فارقالي. واستنى بس، استنى هرجع لك كده بعدين. بس انا كنت بلعب باك رايت في الماتش ده، انا كنت بلعب باك رايت في المعادي عامه. يا نهار لبست أبيض. 6 ايه عايز ايه؟ ولبست 6. علي شوقي لسه مديلنا واحده زي ابن روني اللي هو خسرنا 4-3، جبت كل 3 اجوان. بالظبط. دي حقيقه يا جدعان والله. طب علي دلوقتي، يعني احنا دلوقتي قاعدين واحنا الثلاثه كلنا، كل واحد فينا لاعب كوره، فاهم؟ واللي هو محدش فينا كمل، وانت ما شاء الله من الناس اللي مكمله، وفي ناس كانت موهوبه اكتر مني، ومن باز ومن عمر وكده، وموهوبين زيك، ممكن ناس موهوبه اكتر منك بس برضه مش بيكملوا. فانت حاسس ايه اللي بيخلي بقى، فاهم، ان واحد زيك يكمل ويفضل لحد هو انت دلوقتي، انت لسه كده صغير بس يعني عديت مرحله اللي هو دخلت موضوع الجد قوي بقى دلوقتي، فاهم قصدي؟ فايه اللي بيخلي حد يكمل بقى، ما يقفش في المرحله البدائيه خالص؟ بص الصراحه، هو انت مش هتعرف تعملها يعني لوحدك. انت محتاج ناس مم. حواليك يساعدوك. وانا بالنسبه لي اهلي ساعدوني قوي في القصه دي، ان انا امشي من ديو. ان انا كنت في ديو، كان جيرمان سيستم بقى وكده، وانت عارف يعني ابيتوا وكده، كانت حاجه صعبه قوي لو كنت كملت. فانا اخدت قرار ان انا اغير في المدارس. رحت ألسن، والصراحه ادوا لي حريه اكتر بكتير في اللي هو في موضوع الكوره ده. مم. وحتى ان تحس ان الدنيا هاديه، يعني ممكن فاهم تفوت امتحان مثلا عشان تبقى عندك ماتش كده يعني. بس انت لما كنت في ديو كانت الحاجه صعبه. دي اول حاجه. تاني حاجه، المنتاليتي الصراحه هي اللي بتخلي اللعيب، بتفرق من كل لعيب الصراحه. ده مم. انا الحمد لله يعني شايف ان انا دلوقتي شغال كويس وكده عشان المنتاليتي والناس اللي حواليا. مم. ما هو فعلا بصراحه يا علي، انا عاوز اقول حاجه برضو. انا ما شفتش في حياتي واحد مكروه في الكوره والناس حرقاها اكتر من واحد زي علي شوقي. لا فعلا. وانت عارف برضو، انت عارف الناس بتقول عليك ايه والناس بتتكلم عنك ازاي، وما اعرفش ولا احسن منه ولا مش عارف ايه. بس علي انت وانت صغير يعني، وصغير يعني كنت اصغر من انت، وانت عندك 13 سنه اصلا. انت الحاجات دي مش بتهزك ازاي اصلا؟ ازاي يعني حاجه زي ان عمر عبد الرازق دككك في بطوله الجونه، ما اظنش هي غيرت رايك في نفسك انك انت هتبقى لعيب كوره ان شاء الله يعني في يوم وتحترف؟ يا ابني بس هو يعني it says a lot ان هو كان عنده 13 سنه وبيلعب معانا في البطوله. يعني وهو طفل صغير وهو بيلعب معانا. وهو حتى انا اصلا واحنا صغيرين انا حاسس ان هو، يعني مش عارف انت حقيقه ولا لا، بس علي انت كنت بالنسبه لي اللي هو شخصيه ديديكيتد قوي 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 للكوره. اللي هو انت كل حاجه في حياتك كانت للكوره. هي عشان يا ابني بص، انا اقول لك الصراحه، انا من ساعه وانا صغير ما فيش حاجه انا شايفها يعني الناس لما بتسالني حتى انت لو ما كنتش لعيب كوره كنت هتبقى ايه،
مش عارف ارد ازاي، فاهم؟ انا خلاص انا حاطط بالنسبه لي الكوره دي خلاص، فاهم؟ انت كل يوم انت بتحاول حتى في ايام يا عبد الرازق ان انت خلاص، انت دلوقتي يعني حط نفسك في مكاني مثلا، انت دلوقتي في نادي كبير وكده وتروح تمرين كل يوم وكده، ومش كل يوم هتبقى يعني كده كده تبقى مبسوط طبعا ان انت رايح تلعب كوره وكده، بس مش كل يوم هتبقى اللي هو موتيفيتد، فاهم قصدي؟ لازم يبقى عندك حته ديسيبلين كده، لازم تبقى انت يعني مش كل حد هيبقى موتيفيت ان هو يلعب كوره لمده سنين كتيره ويكمل ويتحسن وكده، هي كلها موضوع ديسيبلين مش اكتر. وانا لما كنت صغير وكنت بلعب معاكم حسيت الصراحه ان انا مش فارق معايا السن خالص لا خالص، يعني. انت كنت نفسك وانا يعني. يا حسيت عم انت كنت في احسن مننا اصلا وانت طفل برضه، واحنا اللي هو عشان انا الكبير فانا اللي العب، وفي الاخر والله في الاخر لاحظنا ان هو احسن مننا كلنا، وكان لازم يلعب خلاص يعني، اتصرفنا ولعب في الاخر. بس اقول لك حاجه، فاكر في نرمين اسماعيل في السيمي فاينل في الاستاد، امم انتوا اخدتوني على الدكه عشان ويزي جه، فاكرين؟ ايوه ايوه انا فاكر. آه. بس انا خسرنا. ساعتها ما كنتش بلعب اصلا، انا كنت بس ساعتها. علي، ايوه كنت علي مصاب. عايز ارجع لحاجه انت قلتها، حته كده كده الديسيبلين وبتاع بتفرق. انا عارفك من زمان قوي، وفعلا زي ما هم بيقولوا يعني مش لازم اكرر نفس الكلام، ان انت فعلا ما شاء الله عليك من اول يوم مفيش حاجه تانية في دماغك، فاهم؟ بحس ان هو مفيش اي حاجه تانية في دماغك. بس الموضوع اللي الناس كتير مش بتتكلم عليه، عشان كده اتبسطت قوي انك قلت موضوع المدرسه ده. بحس ان هو فعلا في مصر بتبقى حوار ايه، ان مثلا تلاقي دلوقتي وجهه نظر بقى الاب، فاهم؟ لما يكون مثلا في اب او ام مش بقى يعني مش بيدعموا ابنهم زي ما انت بتقول بقى، اللي هو العكس ده، يقول له مثلا لا معلش سيبك من الكوره، سيبك من البتاع ده، دي مستقبلها بتاع، سيبك من التمرين انت عندك امتحان، سيبك من البتاع انت عندك مدرسه، سيبك من البتاع. فيبقى وبعدين بصراحه اللي انا بحسه برضو ان لازم الدنيا تبقى متسيستمه شويه، بحيث ان الواحد يعرف يوفق بين الاثنين. انا بحس ان انا في مصر وانا طفل بقى يعني، وانا تحت مثلا 18، انا يا اما اروح مدرسه يا اما اروح ماتش، فاهم؟ احنا مش عاملين ولا سيستم مدرسه ولا سيستم كوره يسمح لك انك توفق بين الاثنين، فاهم قصدي؟ فانا عشان كده بقول دي فعلا حاجه بتفرق قوي زي ما انت بتقول يعني. هو بص، الموضوع المدرسه وان انا غيرت وكده، انا شايف ان انا مش عارف اقول بتكلم عن بالنيابه عن الناس التانيه الصراحه، بس انا ابويا عارف السيستم والفرق، ان انا مش هعرف ابقى لعيب، مش هعرف ابقى الفول بوتنشال بتاعي لو فضلت في الديو. مش هقول لو مش كنتش هبقى لعيب كوره وكده، بس انا ما كنتش هبقى مثلا في الحته اللي انا فيها دي دلوقتي من غير يعني ما كنتش هريتش البوتنشال بتاعي، فاهم قصدي؟ حقيقة. بس هي يعني عامه عن ناس تانية، كل الناس يعني ياما شفنا ناس في الديو اصلا كلهم تالنتد، وناس صراحه كانت في ناس كتير قوي ممكن تكمل، يعني في ناس فعلا، ودلوقتي اصلا في ناس برضو كلهم تالنتد وكده، بس هم عايزين السيف اوبشن، فاهم قصدي؟ اللي بالظبط هو بالظبط. خلاص. وانا عامه مش حاجه عيب يعني، بس انا اللي انا شايفه ان الناس محتاجه تضحي بحبه حاجات عشان توصل اللي هو عايزينها، فاهم؟ بس ما بحسش ان هي بتبقى العيال يعني، ما بحسش ان احنا بيكون احنا يعني. انا لو مني برضو وانا صغير يعني كنت اسيب المدرسه دي والعب كوره، بس يعني مش بقارن مستوايا بمستواك، بس العيال كلها عموما اي حد بيبقى بيلعب كوره القرار ده بيبقى عند اهله. لو اهلك جاهزين يضحوا شويه في المدرسه وتروح مع اي مدرسه هتعرف تساعدك شويه في حوار الكوره ده، هيعملوا كده. بس الرياليتي از ان 80% من الوقت الاهالي مش بتبقى عايز تاخد الريسك ده. لا بس يعني مختلف بعيد عن الاهالي. يعني بص مثلا هو علي عامه ما مشيش من المدرسه وهو عنده 12 سنه عامه. هو مشي بعد ايه، بعد اللي هو 10 9 جريد يعني ولا حاجه، او بعد 9 جريد بالظبط. هو ده الوقت القرار اللي انت بتاخده. ماشي، مش كل حد بيقدر على النطه دي يعني. اهو ياما كان عندنا برضو لعيبه اصحابنا في شلتنا برضو عادي جدا، لعيب قوي بس ما مشيش مثلا، ما خدش الخطوه دي. يمكن عشان دي حاجه ترجع للاهل، بس مش كل حد برضه هيقدر لازم تبقى واثق من نفسك قوي. وعشان كده عامه انا عاوز اميز بس الحلقه دي، احنا ليه نبين ان علي شوقي احسن من 99 من لعيبه الكوره مصر كلها، والناس بس تفهم اللي هو والله يا عم علي انا اسف اقول لك انت مش موهوب، انا احسن منك في الكوره. ايه ده بس، ايه ده بس، وايه ده فعلا. ايه ده بس. ماشي. هو حكايه موهبه يا جدعان، انتوا عارفين يعني ان هي مش حكايه موهبه، ايوه عمرها انا ما قلت كانت حكايه، مش موهبه خالص كده كده. مش حكايه موهبه خالص يعني. انا قلت لكم في ناس كتير جدا
هو صلاح ده مثلا ما كانش اكتر واحد موهوب في فرقته او في سنه وكده يعني، فاهم؟ بس هو هي ساعات برضو عامه هي فيها سنه رزق، فيها سنه حظ. اكيد كل حاجه فيها رزق. كده كده. انا معاك، بس هي برضو لما بتيجي هي انت بتبقى لازم تبقى ريدي، فاهم قصدي؟ ايوه بس انا برضو يعني الصراحه الحوار ده كان بيبان قوي، بالذات ان احنا بقى بالذات بعد ما انت مشيت مدرسه ما بقيتش اشوفك كتير، فبقيت مثلا شفتك يا عم في يناير مستواك 8 من 10 او مستواك مثلا 7 من 10، شفتك في مارس او في يونيو مثلا مستواك بقى 9 من 10، شفتك فاهم؟ انت تدريجيا دايما بتحسن، فبيوري ان انت بتحط ايفورت كبير قوي، دي كده حاجه تحسب لك. بس يا جماعه مش حاسين مثلا في حوار المدارس ده يبقى احسن لو في حاجه زي ما بيعملوا في الباسكت مثلا في امريكا، اللي هو الدوري هو المدارس، فاهم؟ يعني انت مش بتبقى بتلعب في نادي الجزيره مثلا، لا انت بتلعب في عم الديو او في الورمان بنين، مش مهم الديو ولا الورمان بنين، المهم ان انت بتلعب للمدرسه. فانت مثلا عندي والله انا عندي النهارده يا جماعه عندي مثلا اول حصه مثلا حصه كيمياء، بعد كده رياضيات، بعدين عندي ماتش ضد مثلا عبد الناصر بنين، وبعدين عندي مثلا حصه انجليزي، فاهم ايوه قصدي؟ بس فانت بتبقى جوه يومك الدراسي، فانت كده الحوار فاشل بتبقى قوي يعني، اضطرت تغير كلتشر بلد اهم وسيستم حاجه بلد كده على كوره كده يعني كده. مستحيل. انا قصدي ان ده حاسس ده هيبقى احسن، فاهم قصدي؟ هو كده كده يبقى احسن، بس هو صعب قوي يعني. هو مش صعب، يعني هو مستحيل. مش دلوقتي يعني، مش دلوقتي خالص. هما هتلاقي مثلا لا عمرها تحصل يعني. احنا متاخرين قوي، متاخرين قوي يا جدعان، متاخرين جدا، اشمعنى بتقول كده؟ متاخرين جدا. اشمعنى بتقول كده؟ في ايه؟ لا انا بتكلم عامه في التفكير يعني، مش لازم حاجه في اه الكوره. فعلا لو قارنت يعني، لو قارنت نفسك هنا في مصر بره اوروبا او امريكا، هتلاقي في ديفرنس رهيب يعني. طب بالنسبة لأمريكا وأوروبا، يعني ما فكرتش طب اللي هو يعني احنا في أمثلة كتيرة قوي برضو من الناس نعرفها برضو شباب قررت إن هي تسافر وتجرب بره بعد ما خلصوا مدرسة. فكرتش تعمل كده؟ اشمعنى قررت تقعد في مصر مثلا؟ هي سافرت عملت ايه الناس دي؟ حلوة ماشي خلاص. التاني سريع قوي. دي اكتر اجابه علي شوقي في العالم الصراحه. هم ماشي. عملوا ايه؟ خلاص دي كلهم حقيقة. سافروا ورجعوا، صح؟ مش هتلاقيهم دلوقتي بيلعبوا خماسي معاك. دي حقيقة الصراحة، دي حقيقة، وأنا أحسن منهم أصلا. مهم. آه. انت نفس كنت بتلعب خماسي، انت كنت بتلعب خماسي معانا يا حبيبي من اسبوعين يعني، ماله اللي بيلعبوا خماسي معانا يعني. لا لا لا، بس لا دي لا حقيقة. لا لا، ماشي. اسبوعين من شهر. في الاجازه والله احنا اتبسطنا قوي، يعني اللي ما يعرفش في اجازه علي لعبنا لعب كده، ما زي ما الناس تقول بقى كله داخل وعلي شوقي جاي عادي. بعد كده لقينا الواد علي ابتدى يتنطط من فوق الكوره وعامل حاجات غريبه مش مفهومه. انت فعلا مكوبي بيست رونالدو من ايام يونايتد يا علي؟ انت لسه مكمل على نفس الاسطمبه بتاعت رونالدو دي حتى بعد ما هو راح السعوديه؟ هو اهدى بس، ما تحطيش انا ورونالدو في نفس المقام يعني خالص يعني، ما تجيش جنبها اصلا. بس يعني انت اي حد لعيب بيتفرج على اي ولد صغير بيتفرج على لعيب كده بيتابعه كده، هيبقى من غير يعني يعني من غير ما يفكر اصلا هيبقى زيه كلاعب، كمثلا يعني. استوعب. دلوقتي اللعيبه عندي في الاهلي عامه دايما بتقول لي انت عملت تقلد رونالدو في الجاريه ليه؟ انا بقول لهم انا مش بقلده، هي فاهم، هي كده فاهم. ايوه. بس يعني رونالدو لا رونالدو في 2008 في يونايتد وكده، لا لا لا، هي هو ده اللي فاكر انت حببني. طبعا، فاكر ايه انت طبعا من انت عندك 5 سنين، فاكر ستايل انت. يا عم، بقول لك ايه، استنى بس. هو تلاقي والله العظيم تلاقي شوقي يوتيوب. مثلا خلص، تلاقي شوقي خلص الهايلايت ريلز بتاعت رونالدو ايام يونايتد على يوتيوب، اه ما اكيد. سابش واحده. بس اقول لك حاجه بجد من غير هزار. دلوقتي انا من زمان مثلا كنت بتفرج على مش مثلا هايلايتس، اصل انت هايلايتس دي مش هبريفير ان حد لعيب كوره يتفرج عليها. ببريفير مثلا اتفرج على ماتشات او اول تاتشز في الماتش، او يعني بريفيرلي ماتشات، عشان الماتشات انت بتشوف التحركات، بتشوف يعني أنا اكتر ماتش بتفرج عليه لغايه دلوقتي ماتش يونايتد وارسنال في 2009 في الشامبيونز ليج، هناك في اسمه ايه، في اميريتس. اكيد اكيد مش فاكره معلش يا يعني، طبعا كان علي. عندي 7 سنين. ايه اللي حصل؟ يعني انت بتصحى يوم لا الجمعه تقول انا النهارده اتفرج على ماتش يونايتد ارسنال من 2009 لمره 50 زي ما الناس بتتفرج على الافلام يعني؟
لا بتفرج عليه كتير، عشان بجد؟ لو اتفرجت على رونالدو واتفرجت على حاجات اللي هو بيعملها يا جماعه، مش ما شاء الله عليك انا. الماتش ده كان في حاجه تانية خالص، كانت حاجه تانية. لا مصدقينك مصدقينك بس عندي كمان فولو اب كويشن لذيذ قوي دلوقتي. انت كنت بتتكلم عن ازاي انت منتاليتي وبتشتغل على نفسك، وحتى انت اظن معترف انك مش اكتر بني ادم موهوب في العالم يعني. ماشي، بس هتعملها يعني. علشان كده تفتكر الحته دي واخدها من رونالدو قد ايه؟ يعني اللي انا اقصده، اللي انا بفكر فيه، لو كان مثلا في واحد من هو صغير مثلا على ميسي مثلا، ماشي، اللي هو يعني لما تحط مقارنه رونالدو وميسي، في العادي ان ميسي بيعتمد اكتر عن الموهبه بتاعته ورونالدو عن الشغل. تفتكر كنت هتطلع كده برضه؟ اكيد لا. لا هو حاسس كده برضه. انت لو شفت اللعيبه دلوقتي اصلا، كل الجيل الجديد ده اللي هو عنده 21 سنه 22 سنه، دول اللي هم مودريك ده ومبابي وهالاند وفينيسيوس، كل دول عامه الايدل بتاعهم رونالدو. وانت لو بيبان حتى في لعبهم، هم شبهه كلهم شبهه عامه في حاجه، على الاقل في الكارير بتاعته كلهم شبهه في حاجه. بس بس انت انا مش مقتنع اه كده يعني. بحس دي حاجه هي يا اما عندك يا اما ما عندكش، يا اما عندك اللي هي انت محمود كده اللي هو انا لازم اشتغل ولازم اتمرن عشان اكسب، ان شاء الله اكسب لعب خماسي. يعني انت يا اما عندك الحته دي يا اما ما عندكش، يعني مالهاش دعوه او لا بالنسبه لا لي انا برايي اللي هو انا بالنسبه لي اجويرو اكتر لعيب بحبه، فخلاص اللي هو انا سيم منتاليتي از اجويرو، فاهم؟ لا مش معاك الصراحه. انا حاسس الحاجه دي الواحد بيتعلمها في سن صغير قوي وهو مش بياخد باله. يعني بالظبط. انا حاسس فعلا وانت عندك مثلا 5 8 سنين مثلا لسه بادئ في اكاديميه مثلا، اني اشوف واحد راح اكاديميه برشلونه احترف، ما اعرفش، ما شفتش علي. بس واحد زي علي والناس اللي بتركز اكتر على مثلا طريقه لعب لعيب، وبتركز هو انا عاوز ابقى زي ده، لا طبعا بتفرق بكتير. ولا يا عم علي؟ أنا فاهم قصدي. ناحيه ايه؟ يعني اقول لك على حاجه مثلا، يعني احنا مثلا، انا مثلا عارف يا عمر، انت بتكون شايف انك انت عندك حته اللي انا هكسب، اللي هو ويننج منتاليتي، اللي هي في الدقيقه 90 انت هتعمل التاكل علشان انت بتحب تكسب داخل ماتش جد. يعني ممكن مثلا انت تكون واخدها من لعب الكوره في مدرسه واحنا اطفال وهو كومبetitive موت، فاهم قصدي؟ بس في نفس الوقت يا عمر انت مثلا بتقول زي اجويرو، بعديك بتتصاب مره كل، يعني مرتين كل موسم، ومش بتجيب اكتر من ودي 15 مالهاش جول، اي دعوه يعني مش انا اكتر من اجويرو 15 جول بحبه، في وانا الدوري، وتكون بتمسك يعني فاكر كل نفسك، ملعب ولا ايه؟ مهاجم عناد. فاهم قصدي؟ بس عبد الرازق عندي سؤال ليك. قول لي. انت دلوقتي قصدك الحته دي اللي تبقى عندك تتكلم عن الكومبتitiveness، ولا بتتكلم عن ايه بالظبط؟ ايوه عن المنتاليتي عموما، ان انت يعني عشان احنا كنا بنتكلم في كده، عشان يعني كنا بنقارن فريقنا مثلا اللي هو لما احنا طلعنا الجونه بفرق المدرسه اللي بعدينا مثلا. احنا غالبا الفرق اللي بعدينا اللي جت هم كرويا احسن مننا، بس احنا كلنا كان عندنا حته اللي هو انت وانس ان احنا جبنا جول مثلا في اول ماتش، ضن الماتش اتركب، كله بقى بيبدا يزعق، كله بيبدا تاكل هنا تاكل هنا تاكل هنا، وبنخبط وبنجري فاهم يعني. احنا ما كناش احسن فريق في العالم، بس احنا كلنا كان عندنا حته انا مش هخسر. اللي هو احنا لما كنا بنلعب في الدوكي بلاتس في المدرسه كنا بنتخانق على ايه؟ بنلعب في بريك في المدرسه بنتخانق، فاهم اللي هو. بس عمر، انا حاسس ان انت اللي انت بتقوله ده، اسمعني الاخر برضه عشان تفهم قصدي. اللي انت بتقوله ده بيثبت بالظبط عكس اللي انت بتقوله، يعني سنس ان انت بتقول الفريق ده كان فيه مثلا 14 واحد، فبما ان ال 14 واحد دول بتجمعهم نفس الصفه ده، واكيد ال 14 واحد دول مش قرايب يعني، فمفيش اي جينات بتجمعنا. فده معناه ان ال 14 واحد دول الصفه اللي هي اللي بتجمعهم كلهم حاجه مش هم مولودين بيها، بس حاجه اتربت جواهم. فاهم قصدي؟ اللي انا حاسس ان هي الحال هو ان انت ممكن تبقى مولود يعني قول هنسميها كومبتitiveness اوت اوف 100 مثلا، ممكن انت مولود بيها 60 وانا مولود بيها 40، بس انا اتربيت بطريقه او طلعت بطريقه نميتها عندي قوي وانت لا. ومثلا بحس دي حاجه بتبان قوي في، هتشوف مثلا المنتخبات المختلفه، هتلاقي دايما كل منتخب فيه بقى ستايل مختلف ومنتاليتي مختلفه ومش عارف ايه. في الغالب مش بسبب الجينات، يعني في الغالب اكتر بسبب الطريقه اللي اللعيبه دي بتتربى بيها من الاكاديميه. مثلا هتلاقي الالمان اكتر فريق ملتزم دايما، اكتر فريق ملتزم عاده يعني، بغض النظر بفورم وحش، بس في العادي الالمان اكتر فريق ملتزم، اكتر فريق عنده مثلا اللي هو روح الفريق مش روح الواحد، بس اقل فريق عنده مهاره. مثلا البرازيل هيبقى اكتر فريق عنده مهاره بس اقل فريق عنده منتاليتي. ده مش جينات وده مش حاجه مولودين بيها، بس في الغالب هتلاقي الاكاديميات البرازيليه والطريقه اللي اللعيبه بتتنمى بيها
في الشارع ومش عارف ايه بتنمي الحته دي قوي وما بتنميش حته ثانيه خالص، والالمان العكس. بس انا كنت بقول انا كنت بقول ان عشان بس بيقول ان الحته دي مثلا جت عند علي ان هو بيحب رونالدو، فانا بقول لا. انا مقتنع معاك في حته اللي هو انت مش لازم تكون مولود فيها، هي بتتطور مع الوقت. بس انا مش مقتنع بحته اللي هو عشان علي بيحب رونالدو مثلا فاللي هو كان بيجرب يبيس لا شغله لا على رونالدو على كده. ده اللي انا كنت بعرضه. يعني انا مقتنع اكتر حاجه بتانفلونس الحوار ده اللي هو حوار اللي انا محموق ولازم اكسب ولازم بتبقى الناس اللي حواليك. الناس اللي ماشي حواليك بس لو كده يبقى كده، لو لا. ماشي بس علي مثلا، علي وصححني، بس انا مثلا حاسس، قول يا عم علي بسبب تربيته، بسبب يعني عادي الجينيتيك الميك اب بتاعه، جيناته خلاص، هو مولود انسان عنده مثلا روح عاليه، تمام، او عنده ان هو احساس تمام انا كومبetitive قوي. بس في نفس الوقت هتلاقي ان علي مثلا لو كان قدوته مش رونالدو، قدوته مثلا عمرو ربط، كان هيبقى هو صغير بيركز اكتر ان هو عايز يعمل سكيل ورابونه وكوبري، عن ان هو يعمل دريل ونط عاليه ويبقى اعلى انسان بينط في حياتي مثلا، ايوه وبيجري وبيضرب وبيجري وبيشوط مش عارف ايه. فاهم قصدي؟ وبالتالي الحاجات دي بقى بتنعكس برضه على الفكر، ولا ايه صح؟ انا حاسس اكيد دي حاجه اثرت، ولا ايه؟ لا انا معاك. هي بص، هي الاثنين هي ميكس على بعض. انت المفروض يبقى بالظبط. عندك الحته دي، بس انت بتتفرج على حد فسبق يعني انت من غير ما تفكر اصلا انت هتبقى زيه يعني من غصب عنك. انت لما تتفرج على حد كتير قوي هتبقى انفلونس من اللعب بتاعه على اي لعيب كوره عامه. مش بتكلم على رونالدو بس، اي حد لما يتفرج على فعلا يعني ممكن اجيب لك ناس كتير قوي مثلا اللي بيتفرجوا على نيمار كتير، هتحسهم بقى اللي هو دول الناس اللي فاهم اللي هو دول اكتر ناس بيتزعل لهم في الملعب عشان هم اكتر ناس عايزين ياخدوا الكوره ويعملوا مش عارف ايه وكده وكده. بس انا دلوقتي بتكلم على رونالدو كلاعب. اللعيبه كلها الجنريشن بتاعت مبابي وفينيسيوس وكده، هم فعلا عندهم حته الايدل ان هو بتاع ان هم الايدل بتاعهم رونالدو يعني مساعداهم في حاجات كتيره جدا. انا متاكد من كده، متاكد 200% عامه ان هم ما كانوش هيبقوا موجودين من غير ان هم يحطوا رونالدو الايدل بتاعهم. اكيد. اصل هو انت من كتر ما بتتفرج عليه هو اكنه بيبقى واحد من السيركل بتاعك، فاهم قصدي؟ انت مش تعرفوش شخصيا بس بتحس هو في حياتك قوي. بس بالنسبه لكده يا علي، اصل انا حاسس دلوقتي يعني بدون ذكر اسماء ان حاليا الناس وكل حد بيشتكي برضو ان بالذات في الدوري المصري دلوقتي في لعيبه بتقبض كتير قوي بدري جدا، وبعد كده يعني بيستعبطوا في الملعب شويتين ثلاثه. فاهم اقصد ايه؟ هو يعني في لقطه منتاليتي كده ناقصه تفتكر عامه في كالتشر الدوري المصري. يعني غير لو انت مثلا يعني في نادي كبير او الطموحات، يعني بحس ان دلوقتي اللعيبه طموحاتها واطيه جدا، اللي هو عاوز العقد وخلاص وبعد كده مش بيفرق له قوي. ما هو عشان هي بص صراحة ما ينفعش تتكلم عن الشعب يعني اللعيبة اللي في مصر بطريقة كده، عشان هم يعني جايين من باك جراوند صعب قوي يا باز. هم فعلا كلهم جايين من باك جراوند او معظمهم، مش كلهم، حتى في نوادي كبيرة نوادي صغيرة كلهم جايين من باك جراوند صعب، اللي هو ما عندهمش فلوس، الحالة المادية يعني صعبة، فاهم؟ فعمري ما هقول مثلا عمري ما هقول مثلا انا كلاعب مثلا في ناس كتير قوي بتروح ورا الفلوس وكده، مش هقول لهم حاجه عشان هم عمرهم ما يفكروا شافوا المبلغ قدامهم خلاص، فاهم؟ اللي هو المبلغ ده كتير قوي يعني ان انا عايز العب عشان المبلغ ده بس. اكيد. عمرك ما هتقول لعيب يعني لعيب مثلا دلوقتي مثلا 20 سنه اخذ فلوس كتيره، اكيد مش هيبقى بنفس الموتيفيشن بتاعته اللي هو قبل الفلوس، صح؟ ايوه. طب مع بس اننا دي حاجه بتحصل كتير قوي في مصر عامه. م. بنتكلم على الفلوس، انا عايزكم تحطوا نفسكم في موقف رونالدو. ماشي؟ يعني انت دلوقتي رونالدو وعندك الاوبشن انك تروح السعوديه وتكاشن 200 مليون في السنه و7 سنين كونتراكت، يا اما تكمل كمان سنتين اوروبا وبعديها بقى تشوف الكرة هتاخدك فين. عشان انا الحوار ده كان مجنني شويه في الاول، ما كنتش فاهم هو ليه اخذ الستيب السعوديه ده بدري كده، عشان انا كنت لسه شايف بدري، عنده 38 سنه يا جدع. 30 سنه. بازو كان السنه اللي قبل ما يروح السعوديه حط 18 جول في الدوري الانجليزي يعني. فاهم؟ يعني انا كنت حاسس ان هو لسه في حيل يكمل. عشان كده انا كانت بالنسبه لي غريبه سيكا لما شفت الارقام والفلوس اللي هو حسيت ماشي اوكي مفهومه يعني ان هو ليه راح، بس at the same time
كان لازم لسه يجو فور كده كمان سنتين، يكمل الليجاسي، يجرب يكسب له كام حاجه تاني ويكت. فانا مش انا عارف مش حاسس يعني. ان لا، مش حاسس ان ده اخر كلوب ليه الصراحه. انا عايز بتكلم تعمل دلوقتي، نقطة ثانية؟ انا مش حاسس ان هو خلاص كده عشان ابراهيموفيتش. لو اتفرجت ممكن عادي، بس لو اتفرجت على السنه اللي فاتت هو جايب 18 سنه 18 جون زي ما انت بتقول اهو. في الشامبيونز ليج كان جايب بتاع 7 اجوان في 6 ماتشات. ده واحد عنده 37 سنه. فدلوقتي انا حاسس ان هو بعد السمر، موضوع ان هو بعد السمر لما قعد وكده تنهاج قعده وكده ومبقاش يلعب. انتوا شفتوا اللي حصل في كاس العالم. هو ما كانش قادر كان باين اصلا هو مش قادر اصلا. في كوره ضد سويسرا ما كانش قادر يجري اصلا. في كوره كانت لعبت له ثرو، شكله انتوا فاكرينها في الاخر خالص، كسل ان هو يجري اصلا. ايوه. حتى شكله اللي هو مش ايبل يعمل الحاجات اللي هو بيعرف يعملها. فانا حاسس ان هو راح دوري ضعيف وكده. ممكن ابقى غلط، بس هو انا حاسس ان هو راح دوري ضعيف وكده يبدا بقى يرجع واحده واحده كده، عشان الناس كانت بتهينه يا جماعه. الناس الميديا كانت بتقضي عليه. هو محتاج اجازة الحاج، ها؟ بص، الصراحه يا جدعان مش عارف يعني. انا هرد الاول عليك يا عمر. انا حاسس ان هو بصراحه يعني هو فكر فيها ايه، زي ما تقول كده، عارف لما تبقى مثلا يعني مش عايز ابقى فريق البيزنس، بس عارف لما تبقى مستثمر في ستوك وتبيعه وهو غالي. ده كان اخر وقت هيبيعه وهو غالي. من الاخر رونالدو لو كان قعد سنه كمان في اوروبا، بصراحه مش عايز بقى اظلمه وبتاع، رونالدو اسطوره. بس رونالدو بصراحه كان بقاله فتره مش رونالدو وخلاص. ففي الغالب كان مش هيروح نادي يليق بمستواه. يا اما هيروح نادي يليق بمستواه ما يلعبش، يا اما هيروح نادي يليق بمستواه يلعب زي الزفت. في كل الاحوال دي بصراحه خسرانه. وبصراحه دلوقتي هو واحد كسب 5 تشامبيونز ليج، 5 بالون دور، 30 دوري مثلا، جاب 1000 جون، خلاص مش ناقص حاجه في الكوره. فانت ليه ما اروحش السعوديه اعمل فلوس ليا والاحفادي والاحفاد احفادهم واصحابهم وجداتهم واقعد في البيت؟ انت خلاص عندك الفلوس دي يعني باشا، ده لا برضه ده لا كان لا 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 لا, لا. انت مش بتاعي. عندك الفلوس دي، هي دي الفكره. هو ما عندوش فلوس دي، عنده فلوس كتير بس هو ما عندوش الفلوس دي. الفلوس دي حاجه تانيه الصراحه بقى. مش الدنيا هيعيش يعني 10 بس اجيال مش مش تحتيه. يا يعني عم هيعيش 10 ما تخليه. بس يا انت جدعان معلش افهمني بس في حاجه، الفلوس اللي هي هتجيله في السعوديه دي مش هتعليه من هنا لهنا، هي هتعليه يعني ان برسبكتيف هتبقى من هنا لهنا، فاهم؟ يا عم ماشي بس معلش. انا شايف ان عبد الرازق صح في الحته دي عامه. بس انا عندي سؤال ليكم كلكم انديفيدوال. انتوا شايفين ان كاس العالم ده لو كان اتلعب في الصيف كان هيبقى فيه ديفرنت اوتكم؟ كايه يعني رونالدو يروح السعوديه ولا كاس عالم عامه؟ كاس عالم عامه كرونالدو مش كلام عن اه. رونالدو. ايوه كان اكيد. هيبقى اخرى. لو كان فضل في يونايتد كان هيبقى اخرى، عشان زي ما انت بتقول هو ما كانش بيلعب، ما كانش بيجيله اي بلاينج تايم. السيزون اللي لا، فات يا ابني. اتكلم هو يا كان ابني. قصده، مش هو عمر السيزون قصده اللي ايه؟ فات. الصيف اللي فات اه. مش تاني كان هيبقى مور ان شيب، كان هيبقى شارب كده شويه، فاهم؟ شويه. كان يبقى لا، اجمل. بص هو رونالدو فات عليه حاجات كتير قوي. يعني رونالدو عمره ده مش عادي عامه. يعني هما الاربع شهور اللي فاتوا اللي هما بتوع السيزون قبل كاس العالم كده كده هنوم. يعني هما خلوه من واحد هيبدا ان واحد مش هيبدا. كده كده معاك يا علي. بس هل كاس العالم كان هيختلف؟ ما اعرفش. هل رونالدو كان هيختلف في كاس العالم؟ اكيد يعني طبيعي. لا، وخلي بالك ميسي برضه سنة ما كانش قد كده يعني لو ركزت. بس هو مع ارجنتين كان كده كده هيفوق لها يا علي الصراحه. انا معاك في الحته دي يعني ما الصراحه. فرقتش الصراحه. بس هو انا معاك. بس يعني كاس العالم ده يا جدعان كيفني بشكل مش عادي. يعني حوار كاس العالم في الشتاء ده هو بيدسروبت السيزون شويه، بس انا عجبني قوي ان اللعيبه كلها كانت هي جايه كاس العالم ميد سيزون، فاللعيبه كلها في البيك فيتنس، كله اللي هو جاهز يدي، يعني مش مخلص سيزون ومكسر وبتاع، انت لسه في النص فانت لسه فيك حيل. في كانت لعيبه مصابه. بس هو دايما عارف في. كاس العالم ناقص له مين؟ مين؟ إيه. هالاند. ماله؟ اه لو والله كان كاس العالم كان ناقص هالاند. والله يا لو كان جماعه يا عم كان ناقص صلاح. والله يا يا عم جماعه النرويج حظها وحش. بس انا ممكن اعدلك، ممكن اعمل حلقه بحلقه عن النرويج، احلل لكم كل مشكله مشكله. بس خير يعني. علي لو عاوزني اجنسك ترى احنا محتاجين وينج. بس احنا محتاجين وينج سنشوف كده. علي انا هدي لك سؤال سريع، عشان في واحد دلوقتي نرويجي صغير عنده 18 سنه راح بنفيكا. لو في اكاديميه واحده تختارها دلوقتي تروحها بكره، ماشي، نادي واحد في العالم، هتختار ايه؟ في اتنين مين؟ لازم واحد. يا عم اياكس. لا قول لي الاثنين يا عم. اياكس كده كده. وموناكو. موناكو. ايه ده؟ مش فاهم، مش بنفيكا مثلا؟
انا نفسي من زمان العب في فرنسا. نفسي. احنا بنضحك عشان احنا كنا بنتكلم في الأول قريب، اللي هو قلنا فاكرين لما احنا صغيرين علي قال ان هو عايز يلعب في فرنسا عشان طريقه لعب الدوري لا الفرنسي. لا 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 لا، انت ناسي جزء مهم من القصه. قبل بس ما احكي، عايز بس اطلب منكم حاجه الان بليز، ما نقطعش بس بعض عشان زوم وبتاع. فلما مثلا علي بيتكلم، سليم يتكلم، الاثنين ايوه بيقولوا ايوه. بعض، ما حدش بيسمع حد، فما تقطعوش بعض، خلوا كل واحد ماشي. يتكلم. تاني حاجه، انا هحكي لكم بس القصه للناس اللي بتسمع، وعلي شاف تفتكرها. علي انت كنت معايا في العربيه، انا كنت سايق وكنا رايحين لعب كوره. فانا ده كان مثلا الكلام ده من سنتين بس، قبل ما انا اروح المانيا يعني. سنه ونص 2 كده، واحنا مخلصين مدرسه بس لسه مش في الجامعه. قلت لك علي انت دلوقتي كنت انت بقى ساعتها في اخر سنه مدرسه. قلت لك ان شاء الله ناوي تعمل ايه بعد ما تخلص مدرسه وبتاع. عايز مثلا تسافر ولا عايز تفضل ومثلا تروح الدوري الانجليزي؟ قلت له لا بص، بصراحه انا مش عايز اروح الدوري الانجليزي، لان انا ستايلي لايق اكتر على الدوري الفرنسي. عشان اللي هو كده انا بفكر فين؟ انا مش بشوف لا نادي عايزني انا هتامر عليهم واروح فرنسا عشان ده اللي لايق على لعبي. بجد ما انت قلت موناكو. لا 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 لا، بص هو انا مش هكدب عليك، انا كده كنت قصدي اللي هو الدوري الانجليزي ايه يعني، اللي هو استحاله الدوري الانجليزي ده، مش استحاله بس لا، انا شايف نفسي، انا نفسي فعلا وانا صغير العب في الدوري الفرنسي، عشان هو انا شايف ان هو يعني فكك من الناس الصراحه الافارقه قدام وكده، وهيسدوا بصراحه بطريقه غريبه، يعني كل حد هناك هيسد بطريقه غريبه في موضوع الفيزيكاليتي وكده. بس انا كان نفسي فعلا، انا حاسس ان الدوري الفرنساوي ده فيه مساحات بطريقه غريبه، فعلا ايوه. فيه مساحات بطريقه غريبه جدا ما تشوفهاش في دوري تاني. الريتم كده سريع، وكل حاجه كل حاجه. المساحات ها. اه حلوه دي. لما عشان كده كنت عايز اسالك السؤال ده، بس ما تحكي لنا كده يا علي طب دلوقتي، عشان انت الصيف اللي فات رحت الاهلي وبتلعب على 2001 وكده، ايه النظام؟ ايه النظام في ايه؟ النظام عامه يعني ترانزيشن من الجونه للاهلي اكيد كبير يعني. اه الصراحه اكيد كبير. يعني الجونه لسه آه، فريق جديد وبيتبني، الاهلي يعني اكبر فرقه في افريقيا يعني. تعرف ان احنا لسه ملاعبين الجونه اصلا النهارده؟ بجد. عملت ايه؟ سنه 3-2. عملت حاجه؟ جبت جون ولا حاجه؟ جبت كوره في العارضه وعملت حاجه يعني يعني بس عادي يعني. كنت كنت هتحتفل؟ كويس كنت كويس عادي يعني ايه. ما كانش ينفع تحتفل الصراحه. لا يا عم احتفل ايه. طب ايه لا النظام؟ بس بصراحه انا من غير محطه الجونه دي ما كنتش هبقى فيت للاهلي خالص. انا جالي الاهلي اصلا من زمان، انت كنت عارف ان انا كان يعني الاهلي ما كانش عايزني من السنه دي، كانوا عايزيني من بجد؟ قبلها. اه يعني السنه 2019 او ماشي. 18 حاجه كده، كانوا عايزيني بس انا كنت حاسس ان انا العب في نادي اقل ليفل شويه ومن غير ضغط وكده واطور من نفسي. انا وابويا خدنا القرار ده مع بعض، ان انا العب في نادي مش معلوش ضغط، معلوش السبوت اي، فاهم قصدي؟ ايوه ايوه. الناس قاعد ان انا اركز على نفسي وكده وبس. وعامة انا لو كنت رحت الاهلي وانا كنت عندي كام 15 سنة 16 سنة حاجة مم. كده، وكنت ساعتها في الديو، فكان في برضه موضوع الديو ده في الطريق، ما ايوه كناش ايوه. لسه. بس لما رحت بقى الاهلي بقى اخيرا لا في فرق في حاجات كتيره جدا اكيد. عن اي اعتقد هم عندهم احسن تريننج فاسيلتي في مصر في البلد يعني. اكيد عامه يعني اكيد. يعني بس اصل انت لو قارنته حتى بالنادي الزمالك مثلا، نادي الزمالك لو قارنتهم مع بعض لا في فرق كبير. طب احنا عرفنا الحلقه اللي فاتت، بس دلوقتي انت انت ولا علي دلوقتي اهو في. طب احكي لنا كده طب، عشان انت 2001 هو ده اكبر سن الناشئين في مصر حاليا، ولا لسه في 99 مثلا و2000؟ لا 99 خلاص، 2001 هم لسه سايبينهم عشان الاولمبي، عندهم ايوه. اولمبياد المفروض 2024 فلسه سايبينهم وطب بس. اكيد لو كده بيبقى في مثلا بتتمرن مع ناس من الفيرست تيم راجعه من الاصابه، انت مثلا تروح تشوف كام حد في الفيرست تيم موجودين وكده، في اي حد كده معين علي فاهم قصدي في الاهلي بالذات بتحس انك انت قريب منه مثلا ممكن تجي له بمشاكلك وكده، ولا باين القضيه هناك معاك يا شوي؟ ايه طب كنت مش سامع بتقول ايه. يعني كانفلونس الفيرست تيم وكده يعني في الاهلي معاك، وانت بتشوفهم يعني اكيد بتروح ماتشات برضه ساعات وكده.
رحت قبل كده. رحت ماتش مش عارف الاهلي وبيراميدز وكده. هو لا بقول لك الدنيا مختلفه خالص. مم. انت اللعيبه اللي بترجع، عارف بره لما بيرجعوا كده بيرجعوا على ريزيرف تيم. مثلا لعيب مصاب بيرجع على ريزيرف تيم. ايوه هنا بالظبط. الاندر 23 هو ريزيرف تيم المفروض. ف ايوه بالظبط. فهو انت هتلاقي ناس كتيره مثلا الناس مثلا مستبعده من الفيرست تيم بيجي ينزلوا معاك يلعبوا يتمرنوا وكده. وما كانش سر عامه ان كان في لعيبه بتتمرن معانا من الفيرست تيم يعني. كان في محمد محمود مثلا. انا شايفه الصراحه في حته تانيه خالص. محمد محمود لعيب. لا في حاجه يعني. احنا كنا بنلعب، احكي لك حاجه، كنا بنلعب ماتش ودي. كان بيلعب كده. كان اللي هو اول ما نزل كنت انا بلعب فيرود قدامه. هو كان تحتيه وكان عمال تحس انه بيلعب خماسي. مش مش ماتش 11، عمال يلعب بناء على الجزمه وكده ويعمل حاجات غريبه كده ما شفتهاش صراحه قبل كده في اي لعيب حتى لو كبير. حلوه دي. وانت وستايل لعبك يا علي لاقي قد ايه؟ طب مثلا مش هقول مثلا لاقي قد ايه على الاهلي، بس انا عارف انت كنت وينج، انت دلوقتي بقيت تلعب فيرويد اكتر ها؟ فيرود ووينج ساعات يعني اوكيجنلي. بس انا اقول لك حاجه، الستايل ما اتغيرش بس الافكتفنس اتغيرت. اللي هو اوكي. انت محتاج خلاص الاجوان دي انت بتلعب على الاجوان خلاص ما فيهاش. انت لازم مم. تطلع، لازم تجيب اجوان كتيره. انت في نادي كبير لازم تجيب اجوان كتير. بس هو ده اللي المفروض يحصل. فانا غيرت بقى موضوع الافكتفنس على الجون دي بس مش اكتر. بقيت اللي هو لعبك دايركت اكتر، يعني بقيت ان انت تحاول تجيلك آه. الكوره تبقى رايحه الجون. يعني ما فكرتش صراحه من ساعه ما جيت النادي، ما فكرتش بقى موضوع الستيب اوفرز بقى والواحد على واحد عادي وكده. كنت بفكر الصراحه دماغي في ان انا اتحرك ازاي في البوكس، اتاكل مين بوست ازاي. بتفرج على يعني لازم تذاكر الحاجات دي بمعنى الكلمه. بس اوكي. فهي دي. يعني تقعد تعمل 15 تشوب و15 ستيب اوفر قبل ما تباصي الكوره. قدام المرايه واقف كده بتتمرن ها؟ ايوه بس ده عادي يعني. هو كل حد بيعمل كده يعني. انت في بس الخماسي على اكيد فكره كده لازم يعني. على فكره موضوع الاجوان ده حقيقي قوي، يعني اللي هو مثلا كنت بتكلم مش فاكر مع مين من قريب بيقول لي انت مثلا لو انت دلوقتي ناشئين وعايز تتصعد فيرست تيم، بتلاقي المدرب بتاع الفيرست تيم مثلا النهارده جه انا يا عم وينج، ومثلا عملت يا عم صنعت فرصه ورحت عملت على الوينج وبتاع، والفيرود حط جون بدماغه من على الخط. حتى يا ابني الولد الفيرود ده كويس انا طلعه الفيرست تيم. فاهم انت بيبص اللي جاب جون هو ده المقياس، يعني اكبر مقياس او اكتر حاجه بتخلي العين عليك انك تجيب جون. فاهم قصدي؟ اكيد دي برضه حاجه هتفيدك ان انت انا بقى ان انت لعبك بتحاول تبيس لعبك ان انت تبقى افكتيف اكتر عن المتعه او الاستاتيك، فبالتالي هتبقى العين عليك اكتر. فاهم قصدي؟ انا شايف صراحه من اخر 10 سنين الكوره اتغيرت بطريقه غريبه بموضوع الاجوان والستاتستيك وارقام وكده. بقت حاجه تانية خالص. لو انت قارنت مثلا 2005 لغايه 2009 مثلا، من لغايه مثلا 2018 2020 تحس ان الكوره بقت ارقام بمعنى الكلمه. اللي هو احنا ما بقيناش نشوف اي حاجه غير ارقام اجوان وبتاع. هي حاجه مفيش كويسه ستاتستكس. حاجه. هي بقت حاجه وحشه عامه. انا شايف ان هي مش حاجه حلوه قوي يعني. انت لعيب زي مثلا نيمار ده ارقامه مش احسن حاجه بس ده مش معناه ان هو لعيب وحش. فاهم؟ م-م. لا هو دي حاجه بالذات مثلا نيمار مثلا اللي هو مش قريب، بس هو ارقامه يعني برضه لا مؤاخذه يعني مش وحشه يعني، بس هي بس مش قريبه من ميسي ورونالدو. بس هو مش بعيد قوي كده منهم برضه، والناس بتحب تخلص عليه بالطريقه دي يعني. فاهم قصدك في الحته دي؟ انا بالنسبه لي اللي يعرف يعمل الاثنين يبقى جامد قوي. الموضوع الافكتفنس والمهاره وكده والواحد على واحد ويمتع نفسه كده، ده بالنسبه لي مبابي بيعمل بالطريقه دي. دي حقيقه. لا يعني عشان كده بالنسبه لي انا شايف ان هو فعلا فعلا احسن لعيب كلعيب اندفيدولي، احسن لعيب في العالم. اه انا كنت من فتره بقرا ارتكل، عايز اسمع رايك فيه، يعني عايز اسمع راي لعيب فيه. كنت بعته لادم العدل صاحبنا، هيجي لنا برضه على البودكاست في يوم. كنت بعت له وكان اتكلم معايا الموضوع، فعايز اسمع رايك فيه. كان مساعد المدرب بتاع جوارديولا، وكان كاتب ما معناه يعني ان هم بيقول لك واحنا بنحاول نقتل كل الاشرار من الناشئين، يعني اللي هو اللعيبه اللي مش مفيده، قتلنا برضه شويه من الكويسين اللي هم المفيدين. بحيث ايه بقى؟ من حيث ان هو قال لك احنا كنا بنحاول نخلي اللعيب يكون مفيد افكتيف فعال زي ما انت بتقول، فبالتالي احنا موتنا خالص بقى جزء المهاره الفرديه. فقال بقيت اتفرج مثلا على كاس العالم النهارده، واتفرج مثلا على ماتش كولومبيا والمانيا مثلا. قال لك مثلا يعني على سبيل المثال كولومبيا ما لحقتش كاس العالم، بس بقول لك على سبيل المثال من 15 20 سنه كنت من غير اصلا ما اشوف التيشيرتات ولا منظر اللعيبه اقول لك دول طريقتهم المانيه دول طريقتهم كولومبيه. دلوقتي
قال لك خلاص الناس الكره العالميه بقى الليفل العالي قوي بقى، خلاص انا المهم ان انا هلعب على المساحه وهكون فعال والعب على النص واقفل مش عارف ايه، اللي هو اللعب زي ما انت بتقول الفعال اللي مبني على ارقام قوي وبتاع، والمهاره الفرديه بقت متشاله، فاهم قصدي؟ فلما سالت بقى صاحبي، لما سالت ادهم قال لي الحوار ده نابع جزء كبير برضو من في الاكاديميات مثلا، وكان برضو مكتوب في الارتكل بتاعت انجلترا والحاجات دي، بتلاقي مثلا ايه ان هو يلاقي مثلا لعيب بيتحرفن بيلعب بكعبه بتاع، يقول له لا ما سيبك من الموضوع ده باصي، فاهم قصدي؟ فانت بالتالي بتموت الحته دي خالص عند اللعيبه، وبتخليه بس بص على الفعال، فبتقتل بقى خالص بوتنشال اصلا ان انت يكون في عندك لعيب حريف، فاهم؟ فانت مش بيبقى عندك، عشان كده انجلترا ما عندهاش واحد زي ديمبيلي، ما عندهاش واحد زي نيمار ولا رافينيا ولا حاجه زي كده، وعندهم بس هاري كين وراشفورد واللعيبه اللي هو رايح الجون ده، فاهم؟ انا معاك في الحته دي، بس انا اقول لك حاجه برضو، انا لو حط نفسي في مكان المدرب عمري ما هقول لواحد ما بطل تعمل كده. بص انا مثلا لو هو مثلا كان المفروض مثلا يباصي بدل ما يعمل ستيب اوفر او يرقص او اي حاجه، هقول له لا باصي، مش هقول له بطل ستيب اوفرز، فاهم قصدي؟ اصل في طريقه لانجوج كده مع مع اللعيبه فعلا انا شفتها اصلا في الملعب بتقتل اللعيبه، خلاص انت خرجته كده بره الماتش، انت لو قلت له كده هتخرجه بره الماتش، هتخرجه بره التمرين اللي هو كدماغ يعني، هتطلعه بره الفوكس بتاعه. بس انت عامه دلوقتي هي ليها يعني لو انت اتكلمت على موضوع الافكتفنس ده، مش كل حاجه جوان برضو، عندك مثلا باسز انتو ذا فاينل ثيرد، عندك كي باسز، عندك حاجات كتيره يعني، ولو انت مدافع عندك تاكلز وبول اند كليرنسز. اكيد 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 هي ارقام، انا معاك هي ارقام، بس مش كلها موضوع اجوان وكده. بس اكيد يعني بس لازم يبقى في بالانس يعني بالاخر، يعني ممكن تعمل دي لازم يبقى لو تجيد التانيه، فاهم؟ وموضوع عامه اللي انت تشوف الموضوع ده كتير قوي في هالاند. هالاند يا ابني ما خلاص عدى المرحله دي اللي هو يعمل اي حاجه اصلا غير ان هو يجيب اجوان خلاص. طب انا عايز اتاتش اب على حاجه، عشان انت قلت حاجه دلوقتي عجبتني، حوار اللانجوج المدرب مع لعيبته. عشان احنا شفنا قبل كده كتير جدا لعيبه كويسه بيكون معاها مدرب وحش، او مدرب مثلا ممكن يكون عنده حاجه ضد طريقه لعب الجدع ده، وبيقتلوا كلعيب، ما مش بيلعبه بيلعب بيه بطريقه هو uncomfortable بيها ومش بيعرف يلعب بيها، فبالتالي بيتقال عليه لعيب وحش. مم. انا عايز اعرف انت عمرك ما كان عندك عمرك ما اتحطيت في موقف كده؟ ولو اتحطيت في موقف كده انت كنت اتصرفت ازاي، فاهم؟ اكيد اتحطيت في الموقف ده قبل كده، كل لعيب عامه بيغلط ومدرب بيزعق له وكل حاجه، بس كل لعيب انا متاكد او معظم اللعيبه، مش كل حاجه، مش هوفر برضه، بس كل اللعيبه اللي قدام اتليست اتقال لهم الكلمتين دول قبل كده، اللي هو لا ما اتزعق، يعني بيزعق لهم في النيجاتيف، طريقه نيجاتيف قوي. بترجع بقى للعيب، فاهم الرد فعل بتاعه هيبقى عامل ازاي. في ناس بتقول لك خلاص انا هرمي فوطه، اللي هو خلاص بقى انا خلاص تلاقي يعني سد لي النفس من اللعب اصلا، مش عايز العب، مش عايز اجري اصلا، مش معليش نفس، خلاص هو المدرب طلعني بره تركيزي. في بقى لعيب تاني يقول لك خلاص الكره الجايه هعملها، هوري ان هو هوري له انا اعمل ايه، هوري له انا كيبل اوف ان انا اعمل ايه. في لعيبه هي بترجع للمايند سيتس، كل اللعيبه عامه اللي بتوصل بالمايند سيتس بتاعتها. أيوة. ايوه. انت بتحس انت بتهندل الحاجات دي كويس عامة يعني؟ الصراحه عشان انا متعلم، اه انا في غيري اللي هو بحس ان الناس التانيه اللي ما اتعلموش وهم صغيرين، ما دخلوش مدارس وكده وهم صغيرين، الحته دي بتفرق جدا. لو انتوا اكيد مش اكيد اكيد اه اكيد بتفرق جدا، اللي هو انت عارف ازاي تاخد تكون على مؤدب. قفاك تكمل. انت يعني انت عارف ازاي تبقى مؤدب وتاخد على قفاك من المدرسين وكده، ده عادي، ده كل حد في ديو اصلا اعتقد مر المراحل دي. اه لا كده كده يعني ياما ما اتشتمنا يعني. اه لا في ناس يعني م- م. لا حلوه دي عامه، أنا اول مره افكر في حوار اللي هو انك تتعود تاخد كريتيسيزم، عشان فعلا في لعيبه كتير قوي ومش بستحملها الصراحه، اللي هو بتحس اللي هو لو حد قال لهم حاجه في الماتش هو هيسيب الماتش وهيشرح اللي هو عمله وهيشتمك وهيكون لا انت الغلطان وكل الحاجات دي، بدل ما تاخد بس الحاجه تعمل بيها وخلاص. بس هي سليم، هي الصراحه هي برضه يعني علي برضه قال الحكايه دي، هي بتيجي من ناحيتين، يعني زي ما بيقولوا اتس تو واي ستريت. انت ايه، اولا اللعيب كده كده في، انا مثلا واحد مثلا يعني المنتاليتي بتاعتي او فكري مثلا وحش،
المدرب يقول لي بطل تعمل الحاجات دي، او انا قايل طب يا عم خلاص بقى، بص ما بلا كوره بلا بتاع، انا خلاص مش عايز العب كوره تاني مع الراجل ده. وغيره مثلا واحد زي مثلا علي بيقول لك لا انا تمام هوري له انا اقدر اعمل ايه. بس هي برضو بتفرق بالطريقه اللي المدرب بيقولها بيها. يعني انا مثلا ايه، في يقول لك ايه اللي هو يعني يعني فاهم اللي هو ارشد، مش اللي هو قول لحد يعمل صح بس ما تنهيهوش ان هو يعمل غلط. يعني ايه؟ يعني ما لهوش، مش لازم اقول له مثلا بطل يا ابني القرف اللي انت بتعمله ده والتقييس، لا هقول له المره الجايه باصي. فهي الرساله اللي وصلت له المره الجايه باصي، مش هبطل القرف. فاهم بالظبط. قصدي؟ قيس بقى على كده في كل حاجه. مثلا انت عايز تخس مثلا، وانا مدرب مثلا دكتور دايت، احسن بكتير اقول لك زود تمرين وزود اكل صحي عن ان اقول لك بطل نوم وحش وبطل اكل من بره. فاهم قصدي؟ تزود من الحلو وتقلل من الوحش. عجبتني بصراحه. لا فلازم. لا جامده جامده. اقول لك حاجه عامه، هي انا سمعت حاجه قبل كده، انت لو قلت لواحد ما تفكرش في حاجه، هو هيفكر في الحاجه دي لمده انستنتلي، فاهم؟ لو انت قلت لك مثلا ما تفكرش في اي حاجه عامه، يعني انت هتفكر فيها نو ماتر وات. ما بالظبط. فانت عشان كده لو انت قلت لي دلوقتي مثلا، انا دلوقتي مثلا بطلع مثلا، انا يا عم كنت بلعب باك، انا بطلع كوره وحش من بره مثلا، المدرب بتاعي قال لي بطل كل مره تجيلك الكوره تطول الكوره في رجلك وتبص في الارض قبل ما تباصي. انا كده كل مره الكوره هتجيلي يا نهار ابيض، انا دلوقتي بطول بالكوره دلوقتي بطول بالكوره كده، ومش هبقى مركز في اللي انا بعمله. غير مدرب تاني كويس يقول لي حسين لما تستلم خد تاتش، بص قدامك العب العين والخط. المره بس الجايه انا انا استلم بس الكوره بس هاخد تاتش وهبص لقدام اهو، الوينج اللي معايا نص الملعب اللي معايا هدي. فاهم؟ فانت بتامر بالمعروف بس مش بتنهي على الموقف. فاهم قصدي؟ دي ايوه الحاجه اللي بحس فعلا من ناحيه المدرب ان هو يعملها، وينمي بقى حته ان انت يعني زي ما التاني يتعلم ياخد الكريتيسيزم، انت تتعلم تديله كريتيسيزم مفيد مش كريتيسيزم مؤذي. فاهم قصدي؟ بالظبط. بس انا على قد ما انا مقتنع بكل اللي انت بتقوله يا نديم ده، برضه بحس ان لازم يكون في حته، يعني يكون في شويه حته الاثوريتي اللي هو يا عم لا طبعا. تبقى غير، لا غير كده قلتها غلط. لازم تبقى غلس شويه، فاهم؟ يعني لازم ماشي تكون ماشي. يعني اللي انت بتقوله ده in a perfect world. بس انت لازم تبقى قوي وشديد مع اللعيبه، يا عم وعشان اكيد هو اكيد مش لازم، مش هيروح يقول له يا بيه بعد اذنك ايوه يعني. منورنا بعد اذنك العب الخط. لا هو ممكن يقول له يا ابني بطل انت العب. فاهم قصدي؟ يعني ممكن يا عم يقول له اطلع بره، انت النهارده متعاقب، انت مش بتاخد سكور، انت مش عارف اي بقى طريقه ديسيبلين يعني. بس قصدي ان انت يبقى اكتر يعني الوزن الاكبر على اعمل الكويس عن ما تعملش الوحش. فاهم قصدي؟ لا بس اقول لك حاجه، في مدربين يا جدعان حبه منهم خالص. في مدربين في مصر، لا وقت لما كنت في المعادي، في نادي المعادي، ورحت بقى لعبت بقى الاتصالات مش عارف بقى ماتشات نصر على مش عارف ايه يا ابني. ثانيه بقى جدعان، مش عارف انتوا فاكرين ولا لا، بس فاكرين مدرب الويلي؟ مش عارف انتوا مين؟ عارفين ولا لعبتوهم ولا لا، فرقه اسمها الويلي. المدرب ده يا جماعه كانت 90 دقيقه واقف على الخط، بيزعق في لعيبته، بيزعق في الحكام، بيزعق على دكتهم، بيبص لو حطينا جون هيزعق فينا. اي حد قدامه في زعيق وفي نط على الخط بيحصل. بس ده عمر ده، وانا وانت بنلعب سوبر. وبالنسبه لعلي انت لعبت سوبر برضه مع نادي معادي وبتاع، ولعبت حاجات ايوه اكيد يا ابني، أنا مريت بحاجات غريبه. انت عارف اصلا ان انا لما رحت المعادي كنت لسه جاي من بلجيكا. لما انا كنت جاي من بلجيكا وبتاع، وكنت متعود بقى ان اللعب مش از فيزيكال ايوه في مصر. انت ما فيش، مش موضوع از فيزيكال. هو عامه في بلجيكا انت اللعب عامه فيزيكال جدا وسريع جدا، وبس في كوره. انت هنا ما فيش كوره. انت هنا لما جيت على نادي المعادي ولعبت معاهم، طك لا هو طك. طفش ويجري وبتاع، والدنيا عشوائيه خالص. فانا بقى عملت ايه؟ ابويا قال لي خد تعالى حبيبي مش عارف ايه، انت هنوديك مركز شباب نادي المعادي عشان تنشف شويه. والله معلش بس كان في مشكله تكنيكال. كمل عليك، كنت بتقول لنا تخيل انت واحد جاي من بلجيكا ورجع نادي المعادي. كمل. تخيل انت واحد مثلا بتسراوند يور سيلف مع ناس في السوشيال كلاس بتاعتك، اه بتشوف حاجات وبعدها بتروح على نادي يعني مركز شباب مثلا، بتشوف حاجات انت عمرك ما شفتها قبل كده. اه فبتبقى حاجه غريبه بالنسبه لي، وانا كنت لسه صغير، كان مثلا عندي 12 13 سنه. فاهم؟ فانك تتعود تشوف الحاجات دي وتلعب الحاجات دي بتاثر فيك بطريقه حلوه جدا في مصر. بطريقه بجد يعني لو انا ما كنتش اخدت الستاب دي، ما كنتش هبقى اعرف اتعامل في مصر كلاعب كوره.
اكيد دي حقيقه. عشان كده برضو عمر طبعا متخلف عقليا برضو في اللعب مثلا، متعود على الحاجات دي. على ما هو حاجات على باصات على ايه على هيليوبلس. هيليوبوليس بالظبط. هو ده يا ابني، اقسم بالله ابطال. علي في حاجه عايز ارجع لها قبل ما نتجه اتجاه النهايه. دلوقتي احنا من شويه كده كنا سالناك لو في اكاديميه في العالم تروحها وبتاع، كنت عايز اسالك السؤال ده ساعتها بس الكلام كان جايب بعضه. دلوقتي انت جاي لك 4 اكاديميات، ماشي، مش مهم الاسامي، قول يا عم اكاديميه الف، اكاديميه ب، اكاديميه ج، اكاديميه د، اي 4 اكاديميات. ايه الفاكتور او ايه الحاجه اللي هتخليك تقرر؟ يعني انت كنت قلت لنا فرنسا عشان ستايل اللعب، ايه غير ستايل اللعب؟ ايه الفاكتورز او ايه الكرايتيريا اللي انت بتبص عليها تقول والله انا مثلا مهم قوي بالنسبه لي يبقى كذا، ده مش مهم قوي ده؟ يعني ايه الحاجات اللي انت هتبص عليها تقول انا على اساس ده هاخد القرار؟ بتتكلم على بلاد مختلفه اكيد صح؟ اي حاجه اي حاجه انت يا عم جاي لك كل حاجه من بقى يعني ايه مش مهم، فاهم؟ شوف انت يا عم جاي لك من كل بلد من التوب 5 ليجز 4 نوادي، فاهم؟ 20 نادي ماشي عربي. اقول لك. اول فاكتور واهم فاكتور بالنسبه لي البلاي تايم، ماشي. ده اهم حاجه. تاني فاكتور مش عارف، اديني اوبشنز، انا مش عارف افكر في الموضوع ده. يعني مثلا في مثلا موضوع كده كده ستايل اللعب مثلا، بعدين في مثلا المدرب. انا هقول لك حاجه، ستايل اللعب لو بتتكلم على بلاد مختلفه وكده، انا موضوع ان هو فرنسا ومش انجلترا ده انا كنت بهزر عامه في لا لا موضوع انا مش ستايل قصدي اللعب ده يعني. مش قصدي بس فرنسا، قصدي مثلا انت جاي لك دلوقتي نادي هيلعبك يا عم اساسي بس هو نادي دفاعي، نادي مثلا زي اه نادي السيستم. اتلتيكو، يوفنتوس، حاجه زي كده، ونادي تاني مثلا زي ليفربول بيلعب لعب دايركت وسريع، ولعب تالت مثلا زي سيتي لعب بطيء شويه ان ذا سنس اوف بناء الهجمه، بس طبعا مش نتيجه، بس بيبني بطيء، فبالتالي مش عايز لعيبه دايركت قوي، عايز لعيبه كوره في رجلك كده يعني. ده قصدي بستايل، مش قصدي دوري فرنساوي. ماشي اوكي معاك. انا هقول كستايل فرقه يعني، بناخد مثال صح؟ مثلا مانشستر سيتي تمام. اشمعنى؟ ما توقعتش خالص انك تقول كده، اشمعنى؟ مش يونايتد، لا سيتي. عامة هو جوارديولا عامة مش بحس اللي هو بيلعب نمبر 9 من قبل هالاند وكده، بس دلوقتي انا بتكلم على كيرنت سيتي. لا سيتي طبعا. بنتكلم في ايه؟ يعني تشيلسي بقوا تحت، يعني اتلتيكو دفاعيا اكتر، ريال مدريد. ما هو بص انا مش عارف اقول ايه، بقول اسامي كانها انا هروح بجد. هي لا 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 لا, لا. كده. انت كده ايوه لا يا عم هتروح يا عم ان شاء الله. احنا بنكلمك، احنا اكيد يعني انا عارف ان انت لو يعني حاسس مثلا لو ساوثهامبتون النهارده ليك هتروح، يعني قصدي بس اللي هو كستايل لعب، عشان انا مثلا حاسس ان انت لو انا يا عم لو انا اللي هاخد لك القرار، حاسس ان انا هكون عايز اوديك نادي زي مثلا ليفربول اكتر ما هكون، يعني ليفربول هو كويس، انا بتكلم نادي كويس دلوقتي، هكون عايز اوديك نادي زي ليفربول او ارسنال عن ان انا اوديك نادي زي سيتي، لان سيتي بيعتمد اكتر على اللعيب، فاهم؟ ستايل محرز، ستايل برناردو سيلفا، ستايل اللعيب اللي هو الكوره في رجله، والفريق الثاني لا انا هخلق مساحه وهجري، فاهم؟ فانا بحس ده ستايل. ماشي اوكي. بص عشان بس نوضح للناس اللي بتتفرج، احنا مش بنتكلم بقى على موضوع، مش بنتكلم، مش بنغلط في نادي اكيد يعني، وموضوع ريال مدريد ومان سيتي وكده. هايبوثيتيكلي سبيكينج يعني. ممكن ابقى معاك في موضوع ارسنال ده لحاجات كتيره، ان انا حاسس ان اللعب بتاعهم لا يسوتني بطريقه جامده يعني. موضوع ان لعبهم ايجابي. لعبهم ايجابي على الجون، واللي هو لما بيخش فيهم بيحافظوا بس مش بيبارك باص، فاهم؟ مش هو خلاص انا جبت جون بقى هلعب على موت، انا عايز اجيب التاني والتالت. يلا علي، عاجبني برضه. ولا علي عندي سؤال حلو قوي عشان كنا بنتناقش فيه وجبنا برضه في سيرته مع احمد نادر. انت لو كنت بتلعب في السيتي السيزون ده مكان هالاند كنت جبت كام جون دلوقتي؟ لا، كام بتلعب السيزون ده بتلعب الصراحه؟ 38 ماتش 90 دقيقة. من غير بس انت فريق. بقى دلوقتي مش بتلعب سفينة ومكرونة وحمو، انت بتلعب فاهم فان دايك فان دايك.
يعني بص خلي بالك يعني هو بص كام يا مصر؟ نادر قال كام؟ نادر قال كام؟ انا اللي قلت انا قلت مش عارف مش فاكر، قلت 5 مثلا. لو انا كنت بنالتيز وكل حاجه كل الحاجات دي، قلت انا ممكن اجيب مثلا 3 أو 5، من 3 ل5 كده. يا عم ما تقدرش بقى يا ابني. انت ملاحظ ان انت اول ما تستلم الكوره انت عندك واحد هيخش عليك يفرمك. ايوه ماشي، بس انا عشان كده انا بقول 3 ل5 عشان انا بلعب في سيتي. فممكن مثلا ايه، واحنا قايلين ان انا كل البنالتيز هتيجي في السيزون انا هشوطها. بتلعب 90 دقيقه في 38 ماتش، حاسس يعني في واحده دي بروين يرزعها في وش الحارس هيصدها تقع عند رجلي، فاهم؟ هيبقى في اي حاجه كفته كده زي ما اللي بتحصل في الماتشات هتحصل. فيعني انا قلت استيميت 3 ل5. عايز بس قبل ما ترد علي، ايه؟ عايز بس افكركم بس بحاجه يعني يا جدعان، ان ايدن هازارد الناس بتقول عليه يعني، الناس بتقول عليه احسن لعيب يعني في البريمير ليج اخر 10 15 سنه. مره قعد سنه من غير ما يجيب جول. بس كانش بيلعب سترايكر ودي بروين قاعد بيشلح له بس كورة. هو وانا هازارد يعني كمان، وانا التكتيك بتاعي انا هبقى واقف في البوكس، فاهم؟ يا انا في جدعان البوكس. ماشي. عبد الرازق انت مش هيبقى عندك، انت مش هيبقى عندك نفس. مش هتعرف. انا معاك عشان كده بقول لك انا هبقى واقف في الفيزيكال ستيت البوكس. بتاعك دلوقتي ما يسمحلكش يا حبيبي، ما يسمحلكش خالص انك تقدر اصلا تجري لمده دقيقتين. انت عارف الدقيقتين في بريمير ليج دول لا مستحيل بموت. طبعا، احنا مش مختلفين يعني، انا معاك. بس لا، شوت بنالتيين 3، واحده كده كفته هديه من دي بروين في ال6، فاهم؟ لا انا مش معاك، انا مش معاك في الحته دي، مش طب معاك كام يا خالص. عم انت علي؟ انت ممكن انت شايف هتحط كام مثلا؟ لو اتمرنت معاهم وفضلت اتمرن معاهم لا وكده انت قصدك تتفرج كده يعني. معاهم. بتمرن معاهم اصلا من زمان وداخل على البريمير ليج. طب ايوه ماشي، انا عندي سؤال بقى حلو قوي، ممكن نخليه رياليستيك شويه يا عم. لو انت دلوقتي يا علي طلعت مثلا اتخذت سيزون، كل ماتش انت بتتاخد في سكور الاهلي مثلا 38 ماتش، ماشي. وبتلعب 38 ماتش، مش عارف بقى كام ماتش اصلا في الدوري المصري، بس بتلعب 90 دقيقه ماشي كل ماتش. والدوري المصري يعني انت ما طول حياتك بتلعب في الدوري المصري ناشئين وبتاع، فانت هتبقى مش تبقى مختلفه كتير يعني. هت مم. كام مثلا هتدي كام جون في السيزون مثلا؟ مش عارف. انا الصراحه بقول انا والله هجيب الله اعلم. أجوان. بس السؤال التاني احلى، بتاع بريمير ليج احلى، كنت بفكر السيتي، فيه. خلينا في السيتي ماشي. خلينا في السيتي هقول لك مثلا 5. 5 بفنتيات ولا من غير؟ 5 بنتيات. بس مش 5 بنتيات برضو يعني. لا انا هدي مثلا بنتين. انا هقول انا هجيب 3 مثلا من غير بنتين. عبد الرازق انت دلوقتي واحد قاعد في البيت بقالك 3 4 سنين. انا دلوقتي واحد بلعب كل يوم في نادي محترم وبتمرن يا وبتاع، عم بقول لك انا تجيب هجيب انت 5 5 ولا 4 مثلا عادي يعني. يا عم تجيب 4 ايه يا عم؟ بس اهدى بس. انا بصراحه كواحد بيحترم قدراته ومش كذاب وما اقدرش اكذب قدام جمهوري يعني، طبعا اللعب على جون، هقول ان انا مش هجيب ولا جون. اجيب ولا جون او ممكن اجيب ضربه جزاء. لا البنالتي لو ما انا انت لو قعدت 38 ماتش ليفربول مثلا 100% هيجي لك 3 بلنتيات في السيزون، على 4 فكره بلنتيات ليفربول مثلا يا عم ما جابوش ولا ضربه جزاء السيزون ده في الدوري. هيجي ممكن لهم. عادي، هنفرض جاله واحده اتنين، هضيع واحده هجيب الثانيه وممكن ما اجيبهاش، فاهم؟ بس انا مش مقتنع ان انا هجيب جول من الماتش يعني خالص. يا جدعان خالص معلش حطوا البريشر في الموضوع ان انت عليك ضغط اكيد. جمهور والناس. يعني عبد الرازق مش تاخد ضربه جزاء في ملعب ديو. انت بتاخد ضربه جزاء في واحد ملعب عنده 80,000 واحد بيتفرج عليك. انا والله كنت بتكتك وانا باخد في الباوز ضربه جزاء. اتفضل يا عم. بص بيقول ايه. والله بص بيقول ايه. والله يا بص. باشا يا ابني بقى انت الحاجات دي انا اخش احمى كده طق ارزعها وتيجي زي ما تيجي يعني. عبد الرازق قبول. مقتنع ان هو اكتر واحد بارد في الملعب. هو مقتنع كده خلاص. لا انا مش اه فاهم. لا انا مش فاهم الصراحه خالص يعني. يا ابني بيطرد كله تاني ماتش يا ابني، سيبك منه. بس ماشي يا علي. ان ان شاء شاء الله الله اقل نعرف من قريب. فعلا. ان شاء الله نعرف قريب انت هتجيب كام جون في الدوري الانجليزي فعلا. بس علشان نقفل الحلقه هسألك السؤال الاخير بتاعنا. اللعب على جون مين هيكون لعيبك اول تايم؟ مفيش ميسي رونالدو. مفيش ميسي رونالدو ولا امبابي يا عم اول ولا. تايم. اول تايم. اول اه تايم.
هيدينا رد علي شوقي دلوقتي. جورج بيست مثلا. قول مثلا سامويل جيان. فان نيستلروي. ادينا احنا هنبطل هبل. قول انت. تو سون بس مبابي. ما قلنا مفيش مبابي. مفيش مبابي عشان احنا عارفين انك انت هتقوله. ادينا رد علي شوقي. الدون. يا عم الدون ايه؟ احنا قلنا مفيش الدون. طب خلاص هجيب لك واحد. اول تايم اول تايم براحتك. الدون. نيمار. حلو ماشي. حلوه وجديده، مش ناس كتير تقول. ايوه ماشي. طيب شكرا.